أهلا بكم تاني معانا في مطبخ ميمو. النهارده معانا ميمو وهو كنتاكي بس على الطريقة بتاعتي أنا بقى، طريقة سهلة وبسيطة وأتمنى إنها تعجبكم. بس قبل ما نبدأ، دعمكم واشتراككم لينا في قناتنا على اليوتيوب عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وقبل ما نبدأ دايما نذكر الله ونصلي على النبي. طيب، إحنا معانا هنا إيه؟ معانا هنا حوالي كيلو ونص جناحة فراخ. بس عايز أقول لكم على حاجة قبل ما نبدأ في التتبيلة. احنا بنمسك جناحة الفراخ وبنشرحها بالسكينة هنا كده من الناحيتين، من الناحية دي ومن الناحية التانية بنشرحهم بالسكينة. ليه؟ عشان التتبيلة، ها، عشان الجناحة تتبل كويس أوي بالتتبيلة اللي احنا هنحطها فيها. تمام كده؟ بنعمل ايه بقى؟ معانا طبق زي ده وفيه شوية توابل، وهو معلقة كركم، معلقة أوريجانو، شوية من الفلفل الأسمر، توم البودرة، ها، وشوية روتا بابريكا، وشوية ملح. معانا بننزل بيهم كلهم على الفراخ كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وبنتبل جناحة الفراخ بالتوابل اللي احنا حطيناها عليها. طيب، بعد ما تتبلنا جناحة الفراخ بالطريقة ديت مع الملح والكركم والفلفل الأسمر والبابريكا الحمراء والأوريجانو، بنيجي بالدقيق أهو بننزل بيه على الفراخ. ما بنجيبش بقى دقيق ونتبله وبنجيب تلج وبنجيب مية ونفضل كل شوية من التلج والميه للدقيق، ويعني موال كبير قوي بتاع الكنتاكي ده. فالطريقه ديت انا بستخدمها على طول لما باجي اعمل لاولادي اللي هي الوجبه بتاعت الكنتاكي. يعني ما بعملش اللي هم بيعملوه ده والشغل الكتير ده. ده بصراحه مجهود كبير قوي، ويعني مش سهله. طيب، نزلنا بالدقيق. بعد الدقيق بننزل بكميه نشا بسيطه قوي مع الدقيق اهو. تمام كده. يبقى احنا نزلنا كترنا الدقيق شويه والنشا، يعني يا دوبك ربع كميه الدقيق، وبرضه بقلب الكلام ده كله في بعضه مع جناحه الفراخ. طيب، بعد ما تبلنا جناحه الفراخ وحطينا عليها الدقيق والنشا، بنحاول نشبعها من الدقيق والنشا على قد ما نقدر. طيب، هل هننزل بيها في الزيت دلوقتي؟ لا، احنا هنسيبها بره على الاقل ساعه لغايه ما جناحه الفراخ تتبل كويس وتشرب من التتبيله كويس، وكمان الدقيق يعني يمسك في اللحم او الجلد بتاع الفراخ كويس جدا. وهنرجع لكم تاني. ودي جناحه الفراخ بتاعتنا بعد ما استنينا عليها بالظبط ساعه عشان تتبل صح. هنعمل ايه بقى؟ جبنا طاسه على البوتاجاز، سخنا الزيت، وقبل ما ننزل بالفراخ في قلب الزيت بنوطي النار عليه شويه، ما بتكونش النار حاميه قوي عشان الفراخ تستوي كويس. وبنتك عليها كده كويس اهو. بسم الله. وبننزل بيها في قلب الزيت، هنحمرها وهنرجع لكم تاني. طيب، وده المنيو بتاع ده بعد ما خلص معانا. عايز اسال بقى حبايبي المتابعين، ايه الفرق بين دي وبين الكنتاكي؟ شوفوا متبله حلو ازاي وطالعه عامله ازاي. واهم حاجه زي ما قلت لكم، النار الزيت بنسخنه الاول كويس قوي، وقبل ما ننزل بالفراخ بتاعتنا او الجناحه بنوطي النار، ولازم تتطبخ ولازم تتسوى كويس قوي. تمام، يعني بنوطي النار قبل ما ننزل بالجناحه. طيب، يا ريت حد يكتب لي في التعليقات ايه الفرق بين ديت وبين الكنتاكي. باسهل طريقه خالص، يا دوبك شويه التوابل حطيناهم على الفراخ، بعد كده شويه الدقيق وشويه النشا. وما ننساش اهم حاجه شويه النشا. ولو حد من المتابعين بتوعي عنده طريقه زي اللي انا عملتها ديت برضو سهله وجميله، يا ريت يكتب لي في التعليقات. بسم الله. طيب، نشوف مستويه ازاي اهي. اللحمه ابيض ازاي. اه. بسم الله. واهم حاجه التتبيله بتاعتها. بنطلع معاها بقى بشويه بومفريت، وشويه صوص كاتشب، اي كاتشب، اي صوص احنا عايزينه. انا نزلت بالكاتشب عشان الاطفال عندي في البيت بيحبوا البومفريت بالكاتشب. لو كان الفيديو عجبكم، رجاء وليس امرا دعمكم واشتراككم لينا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.